يا جدعان حصل معي موقف كده رخم، والله العظيم يعني موقف رخم جدا. بس قبل ما نحكي الموقف يلا بينا القهوة بتاعتنا. لا تخيلوا اطلع اي حاجة من اي حتة. نقول له 3 بنات كده كبار بس، تمام. هات ربع فستق وربع كاجو على طول، يعني اول ما دخلوا عايزين ربع فستق وربع كاجو وربع انجمل وربع لوز. فبقول لها ما حد يعني يا جدعان، يعني اللي هو اسأل على السعر الاول وبعد كده قول. يعني في حاجات ما بيتكتبش عليها سعر عشان بتتغير كل فين وفين، فاهم؟ الاسعار يعني بتتغير، فما بنكتبش يعني، مفيش حتى اللزق ساعات بيتشال لوحده. المهم جت قالت لي ربع وربع، المهم عملت لها ربع وربع وربع والكلام ده كله. راحت قالت لي في الاخر لما عبيتهم وكده، هو الربع الكاجو بكام؟ ايه يا حاج؟ في ايه يا حاج؟ طبعا من الاول يعني قلت لك الربع الكايو عامل 210 و200 جنيه علشان شكلك جديده عندنا زبونه، فاهمين؟ يعني 800 جنيه كيلو، والله العظيم بره ب 1000 جنيه. المهم واللوز قلت لها بدل 190 هحسبه لك 170. احنا بنتكلم يا جدعان في رباع مش شتمان، ماشي؟ حسيتهم اتحرجوا واللي فلوس مش هتكفي. راحت قالت لي طب ممكن تعمل لي ربع تشكيله على بعض، يعني مش عايزه كل حاجه ربع. قلت لها خلي عنك خالص والله مش عارف ايه والكلام ده كله. راحت قالت لي لا انت هتتجب عليا. يعني ايه؟ يعني ايه الجمله؟ يعني ايه الجمله؟ انا قلت حاجه غلط؟ يعني انا قلت حاجه غلط؟ راحت قالت لي انا مش عايزه حاجه، يا ريت تحسن اسلوبك. يعني اسلوب مين؟ اسلوب انا قلت حاجه يا جدعان؟ يعني انا بالله عليكم يعني الموضوع الصراحه رخم خالص وضايقني جدا. حضرتك معكيش فلوس تشتري، ما تجيش تعملي مشكله علشان يعني بتتلككي علشان تمشي وما تشتريش. يعني ممكن عادي جدا الفلوس مش هتكفي والسلام عليكم وعليكم السلام، انا لا هتضحك قدام المحل ولا هعمل مشكله. الموضوع ابسط من كده يا جدعان والله العظيم. معكيش فلوس السلام عليكم، يا بس تاخديهم من غير فلوس. لكن انك تعملي مشكله علشان ما تاخديش حاجه، فدي في حد ذاتها قله ذوق. قله ذوق واحده، ما يعني الواحد مش عايز يغلط، لان الواحد اتربى ان هو ما يغلطش في حد وهو مش قدامه، تمام؟ الله المستعان.